صباح الفل عليكم يا لعيبه، في فيديو جديد، فيديو اسطوري كالعاده. النهارده معانا سهره الحصول على اللاعب فينيسيوس من الفتحه المجانيه. بس خليني كده في بدايه الفيديو عايز اقول لك نقطه مهمه جدا. لازم تكون مشغل التطبيق اللي بيزود معانا نسبه الحظ اثناء تفتح الباكجات، وهو التطبيق دوت هكون سايبه لك دلوقتي تحت في الكومنتات في الكومنت المثبت، وبتشغله طبعا على السيرفر الفرنسي او السيرفر الياباني. ولازم تكون مشغل التطبيق دوت قبل ما انت تخش وتعمل السهره ديت. تمام. اول حاجه هنا هنيجي عند اللاعب برونو فرنانديز، هنضغط عليه وبعد كده طبعا بنقلب في الطاقات بتاعته على التأثيرات والشروط بالتفاصيل بتاعتنا. وزي ما انت دخلت لازم بترجع بنفس الطريقة، وقبل ما انت تطلع لازم تكون ضاغط هنا على الكارت بتاع اللاعب. نقطة الضغط على الكارت بتاع اللاعب ديت نقطة مهمة جدا يا لعيب. تمام. بعد كده هنيجي هنا عند اللاعب المطلوب معانا وهو اللاعب فينيسيوس، هنضغط عليه بالشكل ده على التأثيرات والشروط بالتفاصيل بتاعتنا. تمام. وزي ما انت دخلت لازم برضو بترجع بنفس الطريقة. واهم حاجه نقطه الضغط على الكارت بتاع اللاعب قبل كلمه العوده. لو انت ما ضغطتش على الكارت بتاع اللاعب انت حرفيا تكون كده بتبوظ الثغره على نفسك. تمام. ركز معايا في الثغره من الاول للاخر. بنكرر تاني نفس الخطوات على اللاعب فينيسيوس بالشكل ده، وبرده ضغطت على الكارت عوده. بنكرر الخطوه لتالت مره. تمام. بالشكل دوت اهوت. التأثيرات والشروط اقفلها وافتح التفاصيل واقفلها. بعد كده لازم ارجع تاني الطاقات اهوت، واضغط على الكارت بتاع فينيسيوس. تمام. بعد كده هنيجي هنا عند اللاعب عثمان ديمبلي، وهنقلب طبعا في الطاقات بتاعته بالشكل دوت اهوت. برضو تأثيرات والشروط بالتفاصيل بتاعتنا. وزي ما انا طلعت لازم ادخل تاني. تمام اهوت اهوت. تمام. بعد كده هنزل هنا تحت عند الحارس كورتوا. تمام اهوت بالشكل دوت. بعد كده ارجع تاني اهو. تمام. اضغط على الكارت بتاعه بالشكل ده عودة. وبعد كده اجي هنا عند اللاعب اللي جنبه اخر واحد هايلايت معانا، لازم تضغط عليه ويتقلب برضو في الطاقات بتاعته بالشكل ده. ولو انت مكمل معايا لحد هنا يا لعيب، متبخلش على اخوك باللايك والشير والاشتراك الرأي بتاعك. تمام. نطلع تاني، ندوس كلمة تدوير بالشكل ده، تنتظر ثانية أو اتنين، ترجعها تاني، ندوس كلمة عودة، اطلع خالص برا الباكج، وبعد كده مشاهدة الكل بالشكل دوت. هنيجي هنا عند اللاعب عثمان، هنضغط بس على الكارت بتاعه مدة مرتين فقط. مش بقلب فيه الطاقات، أنا بضغط بس على الكارت لمدة مرتين. وهنا برضو اللاعب برونو فرنانديز أول مرة. تمام. وادي ديت تاني مرة معانا. بس كده بالشكل ده. وبعد كده هنيجي هنا عند اللاعب فينيسيوس، هو اللاعب المطلوب اثباته في الحلقه بتاعت النهارده اول مره. وبعد كده ادي ديت تاني مره معانا. وبعد كده ادي ديت تالت مره. تمام. وبعد كده ادي ديت رابع مره معانا. المطلوب معانا 5 مرات على اللاعب فينيسيوس. تمام بالشكل ده. وبس كده يا لعيبه، اتمنى لو استفدت لايك شير اشتراك في القناه بتاعتنا. كان معاكم من قناه سيفاوزي، وبس كده. سلام يا لعيب.